ايه ده؟ خضتني في ايه يا عماد؟ عايز اتكلم معاك شويه. تتكلم معايا في ايه؟ ما انا قلت لك بلاش تهور. افرض مثلا دلوقتي عابد في الاوتيل وهيدخل ساونا وبعدها جاكوزي. عابد كلمني وقال لي امشي من الفرح واروح له عشان لازم نروح دلوقتي العين السخنه. انا مش فاهمه انت جاي ليه دلوقتي؟ عابد اول ما شافني في الاوتيل قال لي روح. قلت له روح ليه يا باشا؟ عادها لي تاني قال لي روح. بركات الست غزل وجوازتها. عند حضرتك معلومات؟ لا ما قاليش اي حاجه، بس انا مش عايزاك تقلق خالص. صدقني انا مش هتخلى عنك ابدا. لو حسيت يعني انه عنده نيه انه يمشيك انا هقوله يخليك زي ما انت. انا واخد على دماغي لما قايل يا بس انا ما عنديش حاجه تاني اخسرها. انا مش هقدر استحمل الوضع ده اكتر من كده. دبري لي اي فلوس من عابد. انت مش وعدتيني بكده؟ حاضر، بس اديني فرصه بس لحد ما نعلن جوازنا. انا هحاول استغل سفريه السخنه دي واجبره انه يعلن جوازنا، وساعتها هتشوف انا هعمل ايه. هو لو عابد مثلا يعني ربنا خده هتتجوزيني؟ اولا بعد الشر، ده جوزي. ثانيا اكيد هعمل كده. رهيبه انت يا نادين. رهيبه ولا رهيبه ولا حاجه. كل الحكايه ان انا عمليه وحقيقيه زياده عن اللزوم. حاجه كده انت ما تفهمهاش يا عماد. ممكن بقى تسيبني امشي واروح لعابد وسيب كل حاجه لوقتها، وصدقني مش هتندم ابدا. بس انت وحشتيني. عماد ممكن تسيبني امشي من فضلك؟ حاضر حاضر حاضر. هسيب حضرتك تمشي انا هي الاتنين. حاضر اتفضلي. روحي السخنة، فسحي، اتبسطي، عيش حياتك. تمام؟ تمام. غزل، ثانية واحدة. نقعد العمر كله بقى في الثانية دي. طب ورحمة النبي ميس ايجيبت، مش قلتلك؟ مالك بس في ايه؟ مالك؟ خديوي، نعم. أنا خايفة. خايفة مني؟ أقسم بالله أنا مقلقة منك موت. تعالي بس، رايحة فين بس؟ تعالي، رايحة فين؟ هتزوغي مني فين؟ تعالي. أزوغ زي إبراهيم الجرد مزاغ منك. بس جبته في الآخر زي ما جبتك يا وحش الكون. طيب أنا عايزة أقول لك حاجة. قولي. أنت وعدتني قبل كتب الكتاب إن أنت تشتغل شغلانة حلال ومفيش حاجة تعرضنا للخطر. وده وقته يا غزل، ده وقته. طمني. انا عاوز اقول لك ان انا ما بشتغلش في حاجه حرام، وما باجيش على حد الا لو يستاهل ان انا اجي عليه، ومع ذلك هعمل لك اللي انت عاوزاه. انا معايا كام قرش كده وماسك فلوس حلوه هشغلهم في التجاره وهنفذ اللي وعدتك بيه. عارف ان انا بحبك. أنا بعشقك. طيب في حاجة تانية، آخر حاجة. اوامر. ممكن نمشي من الأوتيل ده؟ أنا بتشائم من الأوتيلات. هو مش البيت خلص؟ البيت خلص وجاهز. ماشي، تحت امرك. إيه ده بسرعة كده؟ اي حاجه انت عاوزاها انا هعملها لك، بس هعدي البيت الاول اجيب هدومي. يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غزل، انا غزل. ايه يا ما في مصر؟ حد كان بيطاردك في الحلم ولا ايه؟ انا غزل غزل. ها ايه؟ ها انا غزل غزل غزل. معلش. في
نهار اسود امي. حاضر حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش متعود حد يصحيني من فرشتي. طب انت حبيبي حد يصحيك ازاي يا حبيبي؟ يعني اضرب لك طلقتين في الهوا عشان تصحى؟ حقك عليا حقك عليا. ايه؟ اهدي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. صباح الخير. صباح الخير ايه بقى؟ صباح ده ولا شفت كده في حياتي؟ يلا اعملي لي فطار. اعمل لك ايه؟ فطار. اول مره ينزل فوقتين ده ولا ايه؟ طيب يا حبيبي اعمل لك ايه فطار؟ بص بقى وحش الكون. انا عايز كوارع وعاوز عكاوي. الديل. الله ينور عليكي. وعاوز ممبار. المصارين. لحمة راس وكبدة نية. بدمها. بدمها. يلا وحش الكون عشان سكتنا طويلة. لا سكتك انت اللي طويلة، على الله حكايتك مع نفسك. انا نازلة السكة دي. خد بس خد. أقول هتقتل القمر ده. يا عم انا مش هقتل حد، انا عايز فلوسي والا عليا الحرام من ديني هاخد روحك. اقتله وهديك اللي انت عايزه. نادين. حبيبي انا كنت داخله اعمل لك فطار. لا انا مش عايز اكل. تعالي تعالي اقعد. في ايه؟ مالك؟ فيك ايه؟ سحقا للغباء كل ده ومالي فيا ايه؟ ما علينا. بقول لك ايه، انت بقالك فتره بتزني في موضوع ان انا اتجوزك رسمي، صح؟ أزن؟ إيه أزن دي؟ هو مش موضوع زن، هو الموضوع إن ده الوضع الطبيعي. تمام. طيب هسألك سؤال. افرضي مثلا ان انا فتحت لك حساب في البنك وحطيت لك فيه 20 مليون جنيه، تحلي عن سماه؟ سوري يعني. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت إزاي تقولي كده أصلا؟ هو أنت ليه مصر تعاملني على إني ست طماعة مش عايزة منك غير فلوسك وبس؟ على فكرة أنت فاهم غلط، أنا رجالة كتير أغنية وسوري يعني أصغر منك لا عادي يا أستاذ. كانوا هيموتوا عليا، بس أنا حبيتك أنت. لو اللي في دماغي فلوس كنت اخترت أي واحد فيهم، على الأقل ما كانش هيبقى متجوز صاحبتي. بعدين أحل عن سماك إزاي؟ هو أنت مش طايقني للدرجة دي يا عابد؟ خلاص وصلت الصورة، شكرا. تمام. خليكي فاكرة بقى اللحظات دي، أنت رفضتي الأوفر واخترتي الجواز، وأنا بالليل إن شاء الله النهارده بالليل هجيب المأذون. مبروك. يلا افطر بقى. افطر بليز يلا. عايز بيض كتير. انت بتعمل ايه يا جدع انت هنا؟ مبروك الجواز يا اختي. بقول لك بتعمل ايه في بيت عيالي؟ لا وانت الصادق في بيت مراته.